لما كنت تبحث عن فيديو عميد كلية البصرة وتدس خاص بهالتعليق كانت اكو مصيبة ثانية ما ملاحظة حضرتك، فركز وياي. اللي يصير بالسوشيال ميديا يا صديقي المشاهد مو عفوي ابدا، وكل شيء محسوب الحساب. وببساطة شديدة يا صديقي الناس بالسوشيال ميديا اما لاعب او ملعوب بي، وهذا مو ايحاء ترى. وحتى تفهم قصدي خليني اذكرك بسالفة حكمة العاني وشلون المنصات الولائية حكت بشرف المكون السني بالكامل. هاي المنصات غالبا مدعومة بفلوس، لكن الناس اللي بالتعليقات لا. فاللاعب هنا هي المنصة والملعوب به هو انت المتابع. نيجي لحادثة جامعة البصرة اللي صارت قبل ايام، وخلونا نتفق انه صار مصيبة، لكن المصيبة الاكبر هي المنصات اللي كانت تنتظر هيك حدث حتى تسوي اللي سووه الولائيين. يعني مثل ما الولائي يحكي بشرف السنية، يجي واحد بحجة المعارضة والدفاع عن العراقيين يحكي بشرف الشيعية. الموضوع صار عبارة عن ناس منتظرة زلة على ناس، في حين انه لا حكمة يمثل السنة ولا عماد يمثل الشيعة. هاي المنصات مدفوعة الثمن ومستمرة بهذا الاسلوب من سنين، وحتتأكدون من كلامي لما تصير زيارة الأربعين او يصير مولد النبوي بالعظمية.